مساء الفل عليكم وأهلا بيكم في حكاوي تاوي. وتاوي زي ما عرفنا هو اسم من أسماء مصر القديمة، وحكاوينا هتكون عن مصر القديمة وعن أساطير مصر القديمة. النهاردة هنحكي لكم على أسطورة يمكن هي أشهر أسطورة في التاريخ وأشهر دراما أسطورية في العالم القديم كله، ومعروفة لغاية وقتنا هذا، وهي أسطورة إيزيس وأوزوريس، أو الاسم المصري أوزير وإيسا. أوزير وإيسا كانوا أخين وزوجين، وكان ليهم أخ اسمه ست وأخت اسمها نبت حت، ودول يعني زي بيشبهوا شوية الرعيل الأول اللي هم أبناء سيدنا آدم عليه السلام. فأوزير وإيسا، أوزير كان بيعتبر هو الملك على مملكة البشر، وكان ليه مكانة كبيرة وعظيمة، وده اللي خلى أخوه ست يحقد عليه ويدبر له المؤامرات والمكايد ويحاول يتخلص منه، وبينجح في الآخر فعلا إن هو بيحاربه عند منطقة في النهر وبيقتله وبيرمي جثته في النهر. فإيسا زوجة أوزير أما بتعرف بتفضل وفية جدا لزوجها، وبتفضل تدور عليه وعلى جثته لغاية ما بتلاقيه، ولما بتلاقيه بتستخدم سحرها وترجع له الروح تاني وتاخده بعيد في مناطق في الدلتا كده بعيد، وتختفي بيه عن الأنظار عشان ما يعرفش أخوه ست، وبتحمل منه بابنهم حور اللي هو سموه الإغريق حورس، وبتربي حور أو حورس وبتساعدها كائنات كتيرة قوي في رعايته، زي مثلا إن بقرة كانت بترضعه و7 عقارب كانوا بيرعوه ويحموه معاها، لغاية ما بيكبر حور أو حورس ويبتدي يجهز نفسه عشان ينتقم لأبيه أو ينتقم لأبيه، وعشان كده سموه المنتقم لأبيه. وبترجع بقى إيسا وبمساعدة أختها نبت حت تعمل فضيحة لست وتعمل مناحة على جوزها أوزير أو أوزوريس، وتقول لكل الناس والأرباب إن ست غدر بيه وقتله ورمى جثته في المية. وبتحصل بقى حروب بين حور أو حورس وعمه ست، لما بيتواجهوا مع بعض تحصل حروب كتيرة، وبيفقد حورس أو حور عين من عينيه في الحروب دي، وبيفقد ست خصية من خصيتيه في الحروب برضو، وده بيرمز ان هو كل واحد فيهم بيفقد جزء من نفوذه او من ارضه. وبعد كده بيحصل بينهم هدنة، وبعد ما يحصل الهدنة يستغلها حور او حورس ويعرض القضية على الارباب وعلى القضاة، وبيجيب جثة أبوه أوزير عشان يشهدهم على الجرم بتاع ست عمه وإزاي إنه قتله، وبيعترفوا فعلا الأرباب والقضاة بجريمة ست، رغم إنه أنكر وقال إن مش هو اللي بدأ بالعدوان، ده أوزير هو اللي بدأ بالعدوان واعتدى على أرضه، لكن ما بياخدوش بكلامه وبيحكموا عليه بالإدانة. وهنا بيرجع أوزير بتستريح بقى روحه وبيرجع للعالم الآخر أو العالم السفلي، وبيفضل فيه وبيكون هو ملك للعالم السفلي، وبيرمزوا ليه إن هو كان بيمارس برضو قدرته وحيويته في العالم السفلي، إن هو بيدفع الماء من تحت الأرض عشان ينزل على الأرض، فكانوا بيرمزوا ليه إن هو الماء المتدفق أو الزرع الخصب اللي بيطلع في الأرض.
والحقيقة قصة أوزير وإيسى أو إيزيس وأوزوريس ليها كذا رواية على مر التاريخ، حكوها ناس بطريقة مختلفة، ولكن دي القصة الأصلية. والقصة التانية مثلا بتقول إن ست أخو أوزير حب يتخلص من أوزير، فعمل حفلة كبيرة في القصر بتاعه ودعا ليها الناس كلهم، وعمل صندوق كبير فاخر وقال أنا ههديه للي هيجي على مقاسه. وهو كان عامله الحقيقة على مقاس أخوه أوزير أو أوزوريس. وفعلا لما بيجرب أوزير الصندوق وبينام فيه فيلاقيه على مقاسه بالظبط، فيقفله ست ويمسمره ويحكم يحكم قفله ويرميه في المية. وهنا بيضيع وبيفضل المية تشيله لأماكن مختلفة لغاية ما بيوصل عند منطقة اسمها جبيل في لبنان، وهناك في شجرة مباركة بتاخده جواها، بتاخد الصندوق جواها وبترعاه وبتظلله. وبرضو إيسا بتفضل تدور عليه وتبحث عنه في كل البلاد وفي كل الأماكن لغاية ما بتوصل للشجرة المباركة اللي هي عند جبيل في لبنان، وبتلاقي الصندوق وبترجع له روحه، وبتبدأ برضو مرحلة العودة، وبتحمل منه وبتجيب حورس ويبدأوا ياخدوا حقهم من ست. وبيقولوا برضو في القصة دي إن ست قطع أوزير لحوالي قطع جسد أوزير أو أوزوريس لحوالي 42 حتة، وبعض الروايات بتقول 14 حتة، ورمى كل حتة في إقليم عشان ما يقدرش يرجع تاني بالسحر أو عن طريق السحر. وإن إيسا زوجته الوفية فضلت تدور عليه وتجمع أجزاء جسده كلها عشان تجمعه كله وتعيد له الروح. ومن الدعابات اللي بيقولوها إن هي جمعت كل القطع أو كل الأجزاء ما عدا جزء واحد ما عرفتش تلاقيه. وهنا بتنتهي حكايتنا، ونشوفكم في حلقة جديدة من حكاوي تاوي. تابعونا.